صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. انا طبعا بقالي فترة مش بنزل فيديوهات، وما بين كل فيديو والتاني بقعد فترة مش بنزل اي حاجة. ده لان انا الفترة دي مسحول في ورق الكلية. طبعا انتوا عارفين ان انا مقدم في تجارة حلوان من الفيديو اللي فات، وكنت قايل لكم الاسباب اللي هو درجة الانجليزي والمصاريف. دلوقتي جامعة القاهرة نزلت درجة الانجليزي للدرجة اللي انا جايبها، وبرضو عين شمس نزلت الدرجة ل30 بس. يعني انا ممكن احول للقاهرة او عين شمس لانهم اقرب الصراحة. بس انا هفضل في حلوان ليه؟ علشان حتة المصاريف. حلوان يعني السنة اللي فاتت كانت ب11,600، انما القاهرة ب25,000، وعين شمس ب16,000 و15,000 حاجة زي كده. الورقة اللي معايا دي بتاعة الكشف الطبي، وانا رايح جامعة حلوان، وهاخدكم معايا بقى في الطريق وتشوفوا الطريق طويل ازاي. فالفيديو ده بجد طويل، قلت اطوله شويه لان انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات، فقلت اطول معاكم في الفيديو ده. الاستماره دي بتاعت كشف طبي، المفروض كله بيروح يعمله في الجامعه. كل اللي جاي لهم جامعه القاهره او عين شمس او حلوان، في كده اجراء روتيني اللي هو كشف طبي، بيخشوا يعني يبصوا عليك وبس، يعني حاجه تافهه جدا. فهنروح بقى مع بعض الكشف الطبي ده، وهشوف عملت ايه. صورت لكم الجامعه وصورت لكم كل حاجه هناك، وكمان شرحت الطريق لو حد جاي من اكتوبر ازاي هيركب ايه او هيعمل ايه يعني وهو رايح. متنسوش تحطوا لايك وكملوا الفيديو للاخر، وبالذات اللايك يا جماعه عشان الريتش عندي وقع جامد، وفي ناس ما بقتش توصل لها الفيديوهات بتاعتي، فاهمين؟ يعني في ناس بقت تخش تسالني على الانستجرام وعلى الفيس ان انت مش بتنزل فيديوهات ليه وكده. لا، هو انا بنزل، اي نعم بنزل متاخر، بس مش بنزل خالص يعني. يلا كملوا الفيديو للاخر. بصوا، هي المواصلات عاملة ايه لحلوان؟ اولا عشان ساكن في حدائق اكتوبر، فعرفت ان انا ممكن الاقي من فيصل، انتوا عارفين طبعا ان فيصل اقرب حاجة ليا، ممكن الاقي من فيصل حاجة لجامعة حلوان، ميكروباص لجامعة حلوان. انا نزلت فيصل ما لقيتش، قال لي مفيش غير للمعصرة، ومن المعصرة تركب حاجة لجامعة حلوان. فانا قلت لا، هركب للتحرير، ومن التحرير هاخد المترو لجامعة حلوان. هو عامة أي حد جاي من الشيخ زايد أو جاي من أكتوبر هيركب من عنده حاجة للتحرير، وينزل عند المترو اللي هو قصاد المجمع اللي في التحرير، وهياخد تذكرة ب10 جنيه، وهينزل محطة حلوان. طب هما كام محطة لحد حلوان؟ هما كتير قوي الصراحة. في المترو هتعرفوا هما كام محطة، صورت لكم هما كام محطة بالظبط لحد ما توصلوا للجامعة. عايز اقول لكم، لما كنت ماشي في شارع فيصل، افتكرت ايام الدروس وكده، قلت الحمد لله ان الايام دي خلصت بقى بخيرها بشرها. الحمد لله انها خلصت، والحمد لله لكل نجح واللي جاب مجموع ايا كان هو. انا هنا كنت وصلت التحرير، وكنت في المترو خلاص وحجزت التذاكر. كنت بقى مستني المترو اللي هو رايح اتجاه حلوان. بصوا بقى كام محطة لحد الجامعة. هو انا المحطة اللي هي بعد وادي حوف، يعني هما تقريبا بتاع 16 محطة او 15 محطة علشان اوصل للجامعة. مش شايف الصراحة هما كام واحدة، هما قدامكم، هم عدوهم، بس الصراحة مكسل عد يعني. وخلاص المترو جه. وعايز اقول لكم ان انا اصلا مش بركب المترو ده كتير، وكنت اول ما داخله كنت حاسس ان انا متوتر وتايه كده، بس هتعود بقى عليه، فاهمين؟ احنا هنكمل مع بعض شوية في المترو باختصار كده، وسرعت الفيديو علشان اوريكم اصلا الطريق عامل ازاي وعديت على كام محطة. وبجد الطريق متعب جدا الصراحة يا جماعة. الجامعة في اخر الدنيا وبعيدة عليا جدا، فادعوا لي بجد ان انا اتأقلم على الوضع ده واستحمله ال4 سنين اللي هم جايين دول. ان شاء الله هيعدوا هوا وهستحملهم وكل حاجة. بس على الاقل يعني الحمد لله، الحمد لله ان انا ما روحتش اقاليم، ما روحتش اسوان، ما روحتش دمياط، ما روحتش حتة بعيدة. الحمد لله ان انا برضو جوه الجيزة وجوه النطاق الجغرافي يعني. وطبعا لما هيكون عندي محاضرات الصبح هضطر اصحى لها من 5 الفجر او 4 الفجر، علشان اوصل للتحرير دي فيها ساعة، وكمان عشان اقعد في المترو فيها ساعة وشوية ولا ساعتين يعني، لان المترو يعني ما بين كل محطة والتانية بتاع ربع ساعة، 10 دقايق، وشوفوا بقى كام محطة. وفي محطات ما بين التانية والمحطة التانية 20 دقيقة، فحاجة بجد رخمة. بس الحمد لله الحمد لله. على فكرة كان ممكن اخش القاهرة،
بس بجد انا حسبتها صح، يعني انا هوفر فلوس كتير بدل ما ادفع في القاهرة 25,000. طب ما انا هدفع 11,000 او 12,000 وشوية، وهوفر الباقي في كورسات او حاجات تانية، يعني اي حاجات تانية هعملها تفيدني جنب الكلية. وعايز اقول لكم ان تجارة انجليش في جامعة حلوان اسهل بكتير من عين شمس، واسهل بكتير من القاهرة، والدكاترة فيهم احسن ومعاملتهم احسن من القاهرة. الصراحة مش عايز اجيب كلام عن الدكاترة، بس اللي في القاهرة عارف، يعني اللي في تجارة انجليزي جامعة القاهرة عارف الدكاترة عاملين ازاي، مش محتاج اتكلم يعني. خلاص هنا دخلت عند جامعة حلوان. الجامعة الصراحة حلوة حلوة وكبيرة جدا، وارخم حاجة فيها ان هي كبيرة جدا. يعني القاهرة كلها كنت تحس ان انتوا ماشيين ايه في مكان صغير. لما رحت قدرات اعلام كنت رايح جامعة القاهرة، كنت حاسس ان المكان صغير كده. انما دي لا، ما بين كل كلية والتانية في مسافة كبيرة جدا. عايز اقول لكم ان جوه بيتحركوا باتوبيس عشان يودونا الكشف الطبي، وكانوا موقفيننا مستنيين الاتوبيس ده اللي انا دلوقتي ركبته علشان يودونا الكشف الطبي، لان هو بعيد عن البوابة بكتير جدا. واحنا بقى بنلف بالاتوبيس كده. هوريكم شويه حاجات في الجامعه. طبعا انا دي اول مره اخش، فانا مش عارف هي الحاجات دي عباره عن ايه. هو ده اللي فهمته، ان ده ملعب، يعني حاجه بديهيه جدا. وده عرفت ان هو سكن للطلبه. اي بقى مبنى بعد كده فانا مش فاهم هو بتاع ايه، لان ما شفتش يوفط او بتاع. وكمان عايز اقول لكم الجامعه من جوه عامله زي الصحراء. بجد كبيره قوي. ولا شمس شمس جامده جدا، حاجه اللي هو تجيب ضربة شمس فعلا. عايز اقول لكم كان يوم مجهد واتقفلت كده، فاهمين؟ بس بعد كده هتعود وهتأقلم. واللي جات له جامعة القاهرة يقول الحمد لله، واللي جات له عين شمس يقول الحمد لله، واللي رايح حلوان برضو الحمد لله يعني. دلوقتي انا وصلت عند الكشف الطبي، وبدأوا يوقفونا طابور كده ويسحبوا في الاستمارات اللي احنا طابعينها من على اللينك بتاع الحجز. لما دفعت فلوس علشان اجي اعمل الكشف دفعت 30 جنيه، وطلع لي استمارة طبعتها وخدتها معايا، اللي هي وريتها لكم في اول الفيديو وانا كنت بتكلم في اول الفيديو. وبدأ بقى يلمها مننا، وطبعا هي مكتوب عليها اسمنا لو خدتوا بالكم لما وريتها لكم في الاول، وبينده بقى على اسم كل واحد. ودخلت في المبنى دي وبدأ ان هو ينده علينا. خلاص خلصت الكشف، وكان عايز اقول لكم ان كان كشف مضحك جدا. كان اللي هو كشف نظر. قالت لي دي كنت واقف يعني قصادها ب6 متر ويمكن اقل كمان. قالت لي هي دي فتحتها منين، فوق ولا تحت؟ قلت لها تحت وفوق بس. وسألتني عملت اي عمليات اي قبل كده ولا لا، قلت لها لا بس. وكتبت لي على كل حاجة في الورقة لائق. وبعد كده ختمتها، وبعد كده بقى ايه قعدت الف في الجامعة. ورحت اسمه ايه ده، رحت كلية تجارة سألت على حاجة، ورحت بنك الأهلي طلعت فيزا. الفيزا دي بتطلع ببلاش عادي جدا بالبطاقة بتاعتك. هي بتبقى حاجة للطلبة، خدمة موجودة في بنك الأهلي. وطبعا البنك الأهلي موجود في تقريبا في القاهرة، وتقريبا موجود في بنك أهلي في عين شمس، مش متأكد الصراحة. بس لما رحت القاهرة في جامعة القاهرة كان في بنك الأهلي، ممكن تطلعوها من هناك. هبقى أكلمكم عنها يعني في آخر الفيديو. المهم إن أنا خلاص خلصت واتمشيت للبوابة. وعايز اقول لكم ان انا تهت جوه، وعشان اوصل البوابة قعدت بتاع نص ساعة ولا ساعة الا ربع عشان اوصل ان انا اخرج. وانا كمان ما روحتش لوحدي، انا معايا واحد صاحبي في المدرسة. بالصدفة عرفت ان هو في جامعة حلوان، واتفقنا ان احنا نروح مع بعض الكشف الطبي، لان هو كان واخد ميعاد في نفس الميعاد بتاعي، بس هو داخل في تربية وانا داخل في تجارة. المهم هنا كنت بعدي السلم بتاع كوبري المشاة علشان اعدي الناحية التانية واركب للمترو، وانزل التحرير، ومن التحرير اخد حاجة لاكتوبر. هنا كنت في محطة الجامعة، بوريكم المكان عامل ازاي. كنت خلاص فرهطت من الشمس وجعت لان ما فطرتش، لأ كنت نازل من الصبح بدري. دي التذكرة بتاعت صاحبي والتذكرة بتاعتي. خلاص ركبنا المترو واحنا في المترو اتفقنا ان احنا هننزل في يعني هننزل في رمسيس اللي هي بعديها التحرير. ليه هنزل في رمسيس؟ عشان هناك في مطاعم هنفطر ونمشي من هناك، يعني بدل ما هركب من التحرير، لان التحرير مفهوش مطاعم كتير وكده. فاتفقنا هننزل في رمسيس ونفطر ونمشي.
يا ريت بقى لو في بنات هتركب المترو وهتيجي جامعة حلوان وأول يوم وكده، يا ريت تخلي بالها من شنطتها، لأن المترو زحمة جدا والمكان بجد معرض إن يبقى فيه سرقة أو فيه أي حاجة، فخلوا بالكم من نفسكم. ويا ريت تلتزموا إن لو في مثلا عربية ستات تركبوا فيها، فاهمين؟ لأن المكان زحمة بجد أوفر. يعني أنا عامة أصلا ما دخلتش المترو ده غير مرتين تلاتة وعلى سنين متفرقة، فلما دخلته اتصدمت من الزحمة دي. وانا اساسا عندي فوبيا من اي مكان زحمة وضيق او كده يعني. بس الحمد لله وصلت وخرجت للشارع، وعايز اقول لكم ان الشمس في الحتة بتاعت رمسيس والتحرير اهون بكتير من الشمس اللي في حلوان. معرفش ازاي، انا حاسس ان احنا يعني واحنا في حلوان كنا تحت الشمس كده، كنا لازقين فيها. كان الجو حر هناك بطريقة بشعة ما اقولكمش. خلاص هنا وصلت عند رمسيس، وهنا كنا قاعدين بنفطر فطار عادي اللي هو التقليدي اللي كلكم عارفينه. كان يوم مرهق الصراحة بس حلو، يعني ان انا شفت الجامعة وكده. ودي الفيزا اللي كنت بكلمكم عليها في الاول خالص، لما قلت لكم لما خلصت الكشف رحت عملتها. هو كل الحوار ان هو بياخد البطاقة بتاعتك ورقم تليفونك وبتمضي باسمك، وتستنى بقى ان يجيلك مسج على رقم التليفون اللي انت كتبته ان الفيزا اتفعلت، وتقدر ان انت اي حد يحول لك على الحساب بتاعك فلوس، او انت تحط فلوس، او تقدر ان انت تعمل بيها في مشتريات. اي حاجة. هي فيزا عادية جدا وبتتجدد كل 3 سنين. بس الفيزا دي ما ينفعش حد يحولك عليها فلوس من بره مصر. يعني لو من جوه مصر عادي، يعني اي حد عايز يحط لك فلوس في حسابك يعمل لك ايداع من جوه مصر بس. ده بقى الدوسيل المفروض هوديه يوم 12 في الكلية. طبعا زي ما قلت لكم ان انا اتقبلت في قسم انجليش تجارة. الورق ده هوديه يوم 12، وطبعا لسه ما كملش ولسه في حاجات هكملها فيه لحد يوم 12 يعني. في ناس بقى بتسألني هو انت بتعمل ايه في الاجازة؟ الصراحة انا في الاجازة ما بعملش اي حاجة، انا قاعد بتفرج على مسلسلات افلام، قاعد في البيت، بنزل بتمشى كده يعني. بس مع بداية الدراسة عايز انزل كورس انجليش، كورس الماني، كورس في الكمبيوتر، اي كورسز عامة، علشان الواحد يطور نفسه بعد التخرج. يعني الكلية بجد مش هتفكه في حاجة قد الكورسات. يعني بجد اي حد عايز ينزل كورس من بداية الدراسة ينزله وما يكسلش، لان الموضوع مهم جدا بعد التخرج. بالنسبة بقى لحبايبي دفعة 2023، ربنا معاكم وان شاء الله كلكم يعني تجيبوا مجاميع حلوة وتفرحوا اهاليكم، وما يحصلش فيكم اللي حصل في دفعة 2021 و2022. خلاص كده وصلنا لاخر الفيديو، وان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد. وعايز اعمل لكم فيديوهات كتير قوي الصراحة، بس يا ريت يكون في تشجيع على ده. والدفعة الجديدة تكتب لي في الكومنتات محتاجين اعمل لكم فيديوهات عن ايه، ومحتاجين تعرفوا ايه عن ثانوية عامة اكتر، وهعمل لكم فيديوهات بيها ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.